مرحبا معكم حلا. اليوم جايبت لكم فيديو كتير هيك يعني خفيف نظيف، بس كتير الوصفة كتير مهمة. يعني على قد ما هي بسيطة، على قد ما ممكن تعمل كتير تغيير بجسمنا. هي انه شلون نطالع الكالسيوم من قشر البيضة. هلا اول شغلة لازم ننتبه، لانه البيضة لازم اغلي مي، انا حط فيها معلقة خل صغيرة. بعدين بطفي النار وبحط البيضة تقريبا يعني هيك، مو أكتر من دقيقتين ثلاثة، مشان تتعقم البيضة وأقدر أنا إني استعملها. بعدين بقيم البيضة بغسلها مزبوط بالمي، وبعدين بكمل وصفتي. الشغلة الثانية إني أنا لازم حتى يعني أحاول إني أعملها المغرب، يعني مثلا هيك على الساعة 6 أو 7، واستنى 24 ساعة لحتى بلش يعني استعملها. يعني حاول انه يمرق عليها 24 ساعة، ساويها بالمغرب وخلصها بالمغرب. هلا هون حطيت انا البيضة بالكاسة، وبدي اغمرها عصير الليمون الفريش. يعني هلا بعصره وبحطه فوقها. هي كتير نقطة مهمة، انه يكون عصير الليمون فريش. هلا بحطها بمكان ما يجي ضوء، يعني بخزانة المطبخ عندك، بأي مكان. يعني المهم انه ما يكون يجي مي، ويمرق عليها 24 ساعة. هلا هون مرق 24 ساعة على نقع البيضة بعصير الليمون. بنلاحظ بقاع الكاسة ترسب الكلس يلي طلع من البيضة. هلا بنحاول انه نحن نحرك الكاسة مزبوط، لا مشان يعني تتوزع بكل السائل اللي موجود. هلا يفضل انك انت تشربيها بطريقة انه تعبي الكاسة مي، يعني تكمليها مي وتحطي معلقة عسل وتشربيها على 3 مراحل. يعني خلال ساعة يعني خلال ساعة تشربيها، يعني كل تلت ساعة تشربي تلت الكاسة، مع الاستمرار بالتحريك كل ما بدك تشربي، لأنه بهذا الكلس بيرجع بينزل لقاع الكاسة. كمان الملاحظة الثانية أنه يفضل أنك تشربيها بعد غياب الشمس، لأنه يعني نصيحة طبية هي، أنه العظم بيستفيد من الكلس اللي بيدخل على الجسم بعد غياب الشمس أفضل بكتير من قلب النهار. كمان في ملاحظة أنه يلي عندها وصفة طبية مثلا من دكتور، أو عندها هشاشة عظام أو شيء، أبدا ما تستبدل شيء بشيء من دون استشارة الطبيب. يعني حابة تستبدل هاي الوصفة بتستشير طبيبة، إذا وافق ونصح بالموضوع ممكن إنه تستبدليها. أما اللي ما عندها أي مشكلة ممكن إنه تاخذ هاي الوصفة مرتين بالأسبوع. راح تلاحظ تحسن بكل شيء بخص الأسنان، الأظافر، العظم، كل شي بيتحسن. وتركيبة الكالسيوم يلي بتطلع من البيضة هي تقريبا مطابقة لتركيبة العظام عنا، فبيستفيد الجسم منها بشكل كتير كبير. وفيتامين سي الموجود بالليمون كمان بيزيد هاي الاستفادة. وشغلة تانية، تعرضي كل يوم 10 دقايق للشمس، يعني حتى ولو من ورا الشباك يعني اللي بالبيت، بيكون كتير كتير ممتاز. وإن شاء الله رح تعجبكم الوصفة. كان هذا كل شي لفيديو اليوم، بتمنى لكم يوم حلو.